لو بصيت للسما بالليل أول حاجة هتيجي في بالك هو ليه الفضاء كله مظلم كده؟ إحنا عايشين في كون مليان مليارات النجوم، وكل نجم منهم بينور بطاقة رهيبة. طيب ليه بقى وإحنا بنبص للسما ما بنشوفهاش كلها منورة زي النهار؟ ليه الصورة اللي واخدينها عن الفضاء إنه دايما مظلم ومعتم؟ السؤال ده مش بسيط زي ما شكله باين، وفعلا حير العلماء والفلاسفة من قرون طويلة. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بزر اللايك علشان يوصلك كل جديد. الظاهرة دي اسمها مفارقة أولبرز، نسبة لعالم ألماني في القرن التاسع عشر. كان بيسأل نفس السؤال: ليه السماء بالليل مظلمة لو الكون فعلا لا نهائي ومليان نجوم في كل اتجاه؟ النظرية بسيطة: لو الكون ممتد بلا حدود يبقى أي خط بصرك هيقابله نجم في الآخر، والمفروض تبقى السماء كلها متوهجة. بس الواقع غير كده، وده فتح باب كبير للتفكير. أول تفسير منطقي إن الكون مش لا نهائي بالشكل اللي إحنا بنتخيله. في نجوم بعيدة جدا لدرجة إن ضوءها لسه ما وصلش لينا من أول ما تكون الكون. عمر الكون حوالي 13.8 مليار سنة، والضوء أسرع حاجة في الوجود. لكن مع ذلك في حدود للمسافة اللي يقدر يوصل لنا منها. يعني في مناطق في الكون لسه مختفية عننا، ببساطة علشان الوقت ما كفاش إن ضوءها يوصل لحد هنا. تاني حاجة إن مش كل الضوء اللي بيطلع من النجوم بيوصل لعينينا. في غبار كوني وسحب وغازات ضخمة جدا بتمتص أو تشتت جزء من النور. صحيح السحب دي ساعات بتعكس جزء من الضوء وتبان مضيئة، لكن في الغالب هي زي ستارة بتخلي كتير من الضوء تتحجب عن عينينا. كمان في نقطة مهمة: الكون مش ثابت، هو في حالة تمدد مستمرة. المجرات بتبعد عن بعضها بسرعة، وكل ما مجرة تبعد أكتر الضوء اللي جاي منها بيحصل له حاجة اسمها إزاحة حمراء. يعني بيتمدد مع الكون ويفقد طاقته، فيتحول من ضوء مرئي لموجات تحت الحمراء أو موجات راديو ما نقدرش نشوفها بالعين. الفضاء كمان مش فاضي زي ما بنتخيل، هو مليان إشعاعات وطاقات في كل مكان، اسمها إشعاع الخلفية الكونية. وده بقايا الضوء الأول اللي اتولد بعد الانفجار العظيم. النور ده بيغطي الكون كله، بس مش بنشوفه بالعين لأنه متحول لموجات مايكرويف، يعني نفس نوع الموجات اللي بتسخن الأكل في الميكرويف. فبدل ما نشوف سماء منورة، إحنا عايشين وسط إشعاع قديم جدا، بس عين الإنسان مش بتقدر تشوفه. لما تفكر فيها هتلاقي إن الظلام ده في الحقيقة مش دليل على إن الكون فاضي، بالعكس، ده دليل على إن الكون أعقد وأوسع بكتير من مجرد مساحة فيها نقط نور. الظلام اللي بنشوفه هو نتيجة لعمر الكون، لطريقة تمدده. الفضاء مظلم لأن النور مش دايما بيكمل رحلته لحد عندنا، ولأن في حاجات بتحجبه أو تغير طبيعته. لكن الأغرب من كده إن الظلام نفسه مش فراغ كامل. كل نقطة سوداء في السماء غالبا وراها ملايين النجوم والمجرات، بس لسه متخفيين عن عينينا. يعني السواد اللي قدامك ده مش فاضي، هو مجرد ستارة مستخبية وراها كنوز من النور. اللي بيخلي الموضوع مثير أكتر إن عقولنا دايما بتربط النور بالحياة والأمل، الظلام بالخوف والعدم. لكن لو بصيت للكون هتلاقي الصورة معكوسة. الظلام هو اللي بيكشف إن في بداية ونهاية، وإن في حركة وتطور. لو السماء كلها منورة كان هيبقى معناه إن الكون ثابت أزلي ما بيتمددش، وده عكس اللي احنا عارفينه النهاردة. فالموضوع مش مجرد مشهد بصري، ده سؤال وجودي. احنا في كون بيتحرك وبيتغير ولسه بيكشف لنا أسراره واحدة ورا التانية. والسواد اللي احنا بنشوفه النهاردة هو في الحقيقة علامة على إن في حاجات أكبر بكتير لسه ما وصلناش ليها. فالمرة الجاية لما ترفع عينك للسماء وتشوف السواد، افتكر إن الظلام ده مش فراغ، دي رسالة من الكون بتقولك لسه في نور كتير مستخبي، ولسه في أسرار أبعد من حدود خيالك.